يتميز شهر رمضان بارتفاع الاستهلاك في المواد الغذائية، حيث يتغير النمط الاستهلاكي للتونسي. يكثر الاستهلاك سولون انت كيفاش توجهه، معناها ما نجموش نعموا القاعده، فما شكون يستهلك بشكل مرشد موجه مريقل منظم ديسبليني، وفما شكون بشكل معناها كل انسان سولون طاقته سولون البيدجي نتاعو سولون العائله زاد اللي فيها معناها النمبر اللي موجود في العائله، كل واحد كيفاش، هذيك هي الهضره. فهمت كيفاش؟ انت تنجم تصرف في النهار 50 كيما تنجم تصرف 300 انت وطاقتك وانت زاده، وكيفاش ترى الاشياء. العين تشتهي، العين تولي كل شيء تشوفه بنين، كل شيء تحب تاكل، تعبي كل شيء. لا بالحق هذيك لهفه معروفه، مع انه نحن نقولوا شر التقشف وواحد يحس بالفقير، هي حاجه تتقال. بيان سور فما برشا عباد كل واحد كيفاش يخمم راه، وزاد واحد لازم يحكي ويراعي المقدره الشرائيه. العين تغزر، فما عباد راهي ما عندهاش. يعني ساعات الانسان، انا ديما ننصح العباد يخموا بالطريقه كيما انا نجم نشري كل شيء ونوفر كل شيء لصغاري، كيما نخمم فك الفقير اللي ما نجمش يوفق لصغاره ويشري له كل شيء. انت في الايام العاديه تنجم تعمل مثلا ما عرفتش انا شويه سلاطه شويه شوربه وبلا برانسيبال. في رمضان كل واحد من العائله اذا كنت بيرسون كل واحد يشتري شهوه يولوا كات بلا برانسيبال. فهمت كيفاش؟ هكا مع شويه حلو مع شويه غله هكا وصلت توب. الاستهلاك يكثر في رمضان، خاطر هي في رمضان العين تاكل، فهمت؟ ما عادش تخزر وتشتهي، فهمت؟ عينيك هي اللي تاكل، تصنف وبصراحه نصرفوا برشا ومعناها ما ناكلوش، نخزروا بعينينا، نحبوا ناكلوا ما بعد. فهمت كيف؟ استهلاك يكثر برشا. انا بيرسونيلمون نحس روحي في رمضان نصرف اقل، ديما نحس بارابور للايام العاديه. في رمضان سي فغي فما مصروف يقل، على خاطر تعرف شنو باش تاكل. انا ساعات انا واحده من الناس الحاجه اللي تقعد نخبيها ونحاول فما نهار من الايامات نلم اللي قاعد. يصرف اكثر من العاده، حتى كان ما عادش فلوس يصرف اكثر من العاده. اكثر من العاده خاطر واحد صايم، شوربه هذا اذا كان ما يصنفش، معناها الشوربه والسلطه هذوما موجودين والطبق الرئيسي وشويه غله وشويه جو. انت قلت لي كلمه كيفاش رمضان يجيب بركته. دارنا ريت الفلوس اللي جملوها كلهم في عام كامل، يجي رمضان كامل يصرفوها ما يقلقهمش. هو خاطر شهر ما نعرفش يصرفوا فيه برش. مصروف اكثر في رمضان، مصروف اكثر، هاي نصرفوا اكثر بالكدا، فهمت؟ في الماكله نصرفوا اكثر في الماكله. يكثر المصروف وتكثر كل شيء، يجيب قسمه رمضان قدرة ربي، فهمتني؟ من الصلاية للكسكسي للمقرونة للطواجن، يجيب قسمه رمضان. إن شاء الله مبروك علينا. وتتغير سلوكيات العديد من الأشخاص خلال شهر رمضان، فغالبا ما يسيطر عليهم التوتر والعصبية. فما شكون يبدا نصب البليم فهمت كيفاش؟ متسبب على انه الصيام يلزموا مشكله. ثم عبيد والله توسع بالها، علاش لا يا اخي؟ هو انت صايم لربي مش صايم للعبيد باش تعمل مشكله، ولا كاين انت تحس الصيام يعمل مشكله افطر، وهذيك بين كبير ربي ما تذيش العبيد. تصور انت في كل رمضان لا يشرب قهوته لا يتكيف دخانه لا يشرب الشيشه نتاعو. فما ممكن تاع نيكوتين ولا نتاع كيف ولي عصال على حساب. اي عادي البدن راهو كيف تنقص له حاجه يولي مستلبس، فهمت؟ يعني فو سافوار يولي كل شيء ينرفزو. انا واحده من الناس، انا في رمضان راجل نقول له ما تحكيش معايا خاطر اقل حاجه ماذا بينا نعمل عركه، عرفت؟ دونك الانسان يولي ماذا بيه كل شيء يتلكش عليه. يعني انا مراه يعني نورمالمون نوسع بالي، فهمت؟ باغ كونتخ لا نولي ماذا بيا نتلكش على اي حاجه. الراجل كيف يدخل للدار شبيه هذيك شبيه يا اخي هذاك هو ماكلتنا، ويعرف الماكله هذيك باش تقعد، فهمت؟ يولي يعطي اي حاجه يتلكش عليها باش ما يعملش عركه، باش لا يعمل عركه في داره. ما تاكلش تولي على اعصابك، معناها ظاهره ما تشربش قهوه كل كافيين وكل شيء، يولوا عباد على اعصابهم. هذاك علاش يقولوا حشيشه رمضان، فهمت؟ ممكن شويه على الدخان، نص النهار الاول الثاني اكهو، اما 30 يوم محشش يا رسول الله ما تجيش بالمنطق. معناها انت صايم وشهر عباده، معناها نورمالمون ترزن، نورمالمون تبعد على المشاكل، تستعوذ من ابليس، حاجه ما عجبتكش تجنبها. ما نمنش بها انا الحقيقه. يقول لك واحد محشش وقت اللي مثلا نحكيو على الكوجينه، سواء كان للمراه ولا بالنسبه للراجل،
المراه تذكر وقت اللي كانت هي صغيره كيفاش كانت امها مدلتها، كيفاش كانت تاكل الاجواء نتاع العائله، كيفاش كانت تتصنف. الراجل كيف زاد يتذكر كي كان صغير. يعني اليوم اصبحت الطاوله نتاع رمضان تذكرنا بالاسره. كانت تلاحظ برشا ممارسات اللي كانوا يمارسوا فيها اباتنا وجدودنا نحاولوا نحيوها على الاقل كان في شهر رمضان، لانه اعاده احياء لك الماضي اللي مازلنا نحنوا له لليوم. هو فما زوج مشاكل، راهو فما مشكله استهلاك في شهر رمضان وفما مشكله تسوق في شهر رمضان. مشكله الاستهلاك عندنا مازال التونسي اليوم ما ينجمش يتحكم شنو اللي يلزمه يستهلك وقداش يلزمه يستهلك. قداش يلزمه يستهلك هذا باش يضر له صحته، وشنو هو ممكن يستهلك هذا باش يضر له جيبه. لي بلا اللي قاعدين يطيبوا فيهم مش كلهم قاعدين يستهلكوا فيهم. نذكر لهنا المعهد الوطني للاستهلاك في دراسة قام بها سابقا قالوا أنه التونسي استهلاكه يزيد 20%، وذكر حتى بعض الحاجات اللي يزيد فيهم كما مثلا المشروبات الغازية يزيدها 155% الاستهلاك، التمور 111، البيض 26 بيضة لكل شخص. هذه أرقام عليها معدلات هو خرجها، لكن زاد الرقم اللي قال واللي يتكرر تقريبا كل سنة 900 ألف خبزة يقع إلقائها في الحاويات كل شهر رمضان. الناس ديما تشتي خاصة الخبز وأنواع الخبز وشوفوا هكا يشهي العين، الناس تشري الخبز لكن ما تاكلوش. في برشا أكثر غش وأكثر يعني تمشي اللي يبيع التفاح ينجم يغشك فيه ويبيع لك يبيع في اللحم ينجم يغشك. تحايل. يعني الأصل أنه قلت لك علاش علاقة سوء تفاهم. الفصل اللي هو فصل مقدس هو فصل رحمة شهر. شهر صحيت شهر رحمة وشهر مقدس وشهر فيه برشا فضاء المفروض نحيوهم. لا احنا نحيو العكس بالضبط. شهر يكثر فيه العرك، الضغوطات، تشنجات، انفعالات، مشاكل، معدل العنف الأسري ونحذر منها اللي يتفرجوا فيا. ردوا بالكم يا رجال ولا ينساء، ما تعلقش شماعتك على اني صايم واني محشش وحشيشة رمضان وتجي تصيح على مرتك او تعنفها او على صغارك او على جارك او على صديقك، او انت تزمر في الكياس وتقوم تشري في العرك وتعمل مشاكل. هو شهر الطيبه والخير والعميم، هو شهر مقدس جدا المفروض نحويه فيه هالتقاليد الجميله اللي تقوي اواصر العلاقات النبيله بيناتنا، مش تزيد تهبطنا الحضيض الاستهلاك، لانه تحولنا من افراد مستهلكين الى مجتمعات استهلاكيه، وبالتالي تحول ثقافتنا من ثقافه قيميه الى ثقافه استهلاكيه مبنيه على ليماج. شنو هو تاكل، شنو هو تشرب، شنو هو تحط على الطاوله، شنو توا اللي يتفرج فيه لو كان نقولوا رمضان شنو يعني لك توا 5 حاجات، يا اما شوربه او بريكه. البريكه صحيح البريكه نمبر 1 اساسيه اساسيه في طاوله رمضان، او زلابيه ومخارق او كذا. في الاخر يقول التراويح، ولو انه التراويح هي بيدها سنه من السنن وليست مؤكده. معناها ساعات ونشوفوها ساعات المظاهر يصليوا التراويح حاجه خارقه العاده، ولكن يقطعوا الكياس بكراهبهم حاجه ما تسيء، لانه انك تقضي حاجه مؤمن خير من عباده 70 سنه كما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام. مع جمله غالطه اللي هو استعمال عباره حشيشه رمضان، وكانه ولا من شروط قبول صحه صيامك كونك تحش، بدليل كان شافوك تضحك في رمضان وزاهي يقول لك اكيد شبيه السيده مش صايم او مش صايم على قاعده، يعني صيام ونقص حاجه، بل اكثر من هكا حتى تاثير القهوه وتاثير التدخين بس البسيشيك اكثر مني كل شيء. لانه وقت اللي انا اليوم مثلا نلقى المراه رجل يعيط عليها في رمضان ويستعمل معاها العنف الرمزي، تقبلها تقول لك مسكين محشش خليه، تو بعد شقال فتره يجي يعتذر وتهدى الامور. لكن عمليتك تقبل السلوك هو اللي زاد تشجعه. وولدك ولا بنتك كي تشوف البو ولا تشوف الام محشه، ديجا انت غرست فيه هذه العقليه، لانك انت شنو هو اي سلوك تعمل قيد على مثلا انا اليوم وقت اللي نكون محشش نستعمل العنف سواء كان المادي او اللفظي او غيره. علاش نستعمل هذا؟ لانه كما يقول جاكوب مورينو يحكي على مصطلح البرمجه الذهنيه، يقول لك الانسان كما ان اورديناتور عنده لوجيسيال، انا اللوجيسيال اللي عندي اللي خذيته عند بابا وامي هو كونه فما كلمه حشيشه رمضان،
دونك بعد وقت اللي انا كبرت اعاده احياء صوره الاب او صوره الام، فيلزمني نحشش باش نولي فعلا انا كيما ناخذ مكان نتاع البو ولا مكان نتاع الام. يمشي للاداره يلقى شكون يكش عليه، يمشي للعطار يغشه، يمشي للخضار كيف كيف، يركب في المترو يلقى كان العارك. هو من غير ما يشعر باش يولي هو بيده يتقمص نفس الدور ويعمل الرد فعل نتاعو. بالتالي اليوم راهو سلوك يلمنا الناس الكل كي، يعني اليوم وقت نحكيو على حشيش رمضان ونحكيو على السلوكيات الخايبه، راهو ما نحكيش على جنات وضحايا، كلنا جنات وكلنا ضحايا. يعني كل واحد فينا يغزل وجهه في المرايه ويشوف شنو السلوكيات اللي قاعد نرتكب فيها. فيلقى برشا حاجات اللي هو غلط قاعد يرتكب فيها في رمضان. هو الاخطر سي شكري انه في السنوات الاخيره ولينا نسمعوا في احداث عنف تجاوزت المنطق وتجاوزت المعقول، توصل حتى الى احداث قتل. قداش من مره في شهر رمضان نسمعوا راجل قتل مرته، ولا معناتها جرائم بالحق معناها ما عندهاش حتى كي تجي من بعد تفسرها تقول لك محشش رمضان محشش، معناها شوف العنف وين ينجم يوصلنا الكوارث تصير. بالضبط. هو احنا عندنا مده راهو نعانيو من العنف، مش رمضان فقط، معناها شهر تكثر فيه مظاهر العنف، ولكن احنا عندنا مده نعانيو من حاجتين: الضغوطات النفسيه بكل انواعها، ثم العنف زاد بكل انواعه، العنف الرمزي والعنف البدني والعنف اللغوي. في رمضان يكثر الشيء هذا كما قلت انت مدام زينه، انه يتعلوا بحشيشه رمضان. صحيح هي بيولوجيا لانه ثم مونك نتاع نيكوتين نتاع كافيين، ثم مونك اللي هو مستانس، ولكن عندك زاد ربي خلق لك في نفس الوقت القدره على السيطره على المونك هذايا. يعني رد بالك تقول راه حشيشه رمضان ولا انا محشش، خاطر انت وقتها قاعده تقوي في العضله نتاع رد الفعل الانفعالي نتاعك. احنا شوف عندنا زوز عضلات، عندنا عضله نتاع هدوء سلام، وعندنا عضله نتاع تشاؤم ونتاع رد فعل انفعالي، هي عضله العدوانيه وعضله السلام. قل لي انا هي العضله اللي تخدم عندك اكثر، العضو اللي تقويها اكثر اللي تخدم بها اكثر. اذا كان انت على طول منفعل ستتحول الى كائن عدواني، واذا كان العقل الباطن نتاعك يستلم المقاليد السلطه نتاعو ويولي ردود افعالك مبنيه كان على الكلمه السيئه او رد الفعل الانفعالي او ربما الصراخ الصياح التزمير. زاد التزمير نقولوا للناس يتفرجوا فيا راهو اكثر مؤشر نتاع ضغط نفسي للتونسي اليوم. سرعه التزمير بعد اقل من زوز ثواني وانت مازلت حتى الفافير مازال ما شعلكش. هذا يدلك على انه حاجه لداخل في قاعده تتحرك، لانه هو ايش معناها الضغط او القلق او رد الفعل؟ هي حاجه داخليه تتحرك فيك، دونك تخرج لك الفعل هذاك ورد الفعل اللي هو مقام اساسا على العدوانيه والانفعال. لهذا نقول لهم شوف ما تعلقش رد فعلك على شماعه رمضان او حشيشه رمضان. حاول تستهدى بالله، انت راك في شهر مقدس. ننصح بثلاثه نصايح. انت موصيه عن الطعام والتقليل من الكلام والابتعاد عن الخصام باش يكون جوك الكل وئام، سواء في العائله تحاول تتفادى اي حاجه تنجم تغشك ولا اي حاجه تنجم توترك، باش ما تعملش معناها او باش ما تسيئش لنفسك والغير. يتفادى اسمه في هو جي بي اس لا جيستيون بريفونتيف دو ستريس، تدريبات وقائيه قبل حدوث الضغط. هو راهو رغم اللي ان العنف هو 3 دوغري، فما عنف درجه اولى، عنف درجه ثانيه، عنف درجه ثالثه. العنف المنتشر في رمضان هو عنف درجه اولى، لكن قادر يتطور بسرعه. العنف الدرجه الاولى هو العنف الانفعالي، شخص ما يجمش يتحكم في اعصابه يستعمل العنف. العنف الدرجه الثانيه هو العنف التعبيري، كونه الشخص وقت اللي يولي يعبر بالعنف. العنف الدرجه الثانيه هو العنف الوسيلي، كوني نغير الاشياء بالعنف. كيما مثلا وقت اللي يجي راجل ولا امراه يضرب في ولده ويقرر فيه، علاش تضرب فيه؟ الله غالب ولدي ولا بيتي ما يفهم كان بالضرب. هذا نسميه احنا العنف الوسيلي. اصبح العنف هو وسيله باش تفسر، ولا الله غالب مرتي ما تفهم كان بالعنف يولي يستعمل العنف مع مرته. هذا تروزيام ديجري اخطر نوع. العنف الدرجه الثانيه هو العنف التعبيري، نعبر على الغضب نتاعي بالعنف، نعبر على الفرح نتاعي بالعنف، نعبر على كل شيء بالعنف. في رمضان اللي ينتشر برشا هو العنف الانفعالي، لكن اللي يغذي فيه العنف الانفعالي هو كلمه حشيشه رمضان. يعني كلمه حشيشه رمضان كونه العنف الانفعالي، كوني انا وقت ننفعل ما عادش نجم نتحكم في اعصابي. باركونتر في الثقافه العربيه الاسلاميه نتاعنا عندنا جمله برشا نقولوها: اللهم اني صائم. يعني ديجا وقت اللي يستعمل العباره هذه ويعرف قيمتها هو بده يولي ينجم يتحكم في اعصابه.
التقبل المجتمعي لهذا السلوك العنفي والممارسات الخاطئه في رمضان هي اكثر حاجه تغذاها. لأن وقت اللي انا نجي نقبل الله غالب مسكين محش ما يصيرش عديله مرمضن، تجي حتى كلمه مرمضن كلمه خطيره، معناه وكانه رمضان مربوط بتلك السلوكيات الخايبه كلمه مرمضن. ولا فما تقبل مجتمعي، فما تطبيع مع هذه السلوكيات. واليوم شو يقول لك؟ اليوم يقول لك مثلا حتى التركي يستعملوا مصطلح به، يقول لك نحن ما نرفضوش فعل لانه جرمي، وانما هو جرمي لاننا نرفضه. يعني بمعنى اخر لابد من اسبقيه الرفض المجتمعي على النص القانوني. اليوم احنا اللي محتاجينه في شهر رمضان لازم يكون عندنا رفض مجتمعي لمثل هذه الممارسات.